زي ما احنا متعودين على طول في القناة بتاعتنا دايما بنعمل لكم مراجعات لساعات بند الأصلية، وبعدها بفترة بنعمل لكم مراجعة للبند التقليد منها. آخر فيديو عملناه لبند 7 من شركة شاومي. النهاردة رجعنا لكم جد دور على M7 وهو التقليد لبند 7 من شركة شاومي. إن شاء الله في الفيديو ده هنشوف أهم المميزات اللي موجودة في M7، وهل فعلا في فرق بينها وبين ال M6، وهل يستاهل ان انت تشتريها ولا لا. تابعوا معنا الفيديو للآخر. زي ما انتم شايفين كده ده شكل علبة سمارت باند M7. قبل كده احنا كنا عملنا للM 6 والM 5، احنا متابعين اول الاصدارات لحد اخر اصدار معانا. النهارده الاصدار اللي معانا الM 7 زي ما انتم شايفين، وده شكل الباند. لو جينا اتكلمنا على اهم المواصفات بتاعته زي ما انتم شايفين كده، هنا بيقول لك الباور بتاعه 5 فولت 1 امبير، الشاشة حجم الشاشة 96 من 100 تي اف تي. في نفس الوقت هنا برضه بيقول لك ان هي ووتر بروف IP 67، يعني ضد العرق البسيط. في نفس الوقت هنا برضه بيقول لك البطاريه بتقعد من 4 ل 7 ايام، ستاند باي حوالي 45 يوم. هنا برضه بيقول لك ان الشحن برضه عن طريق المغناطيس زي ما انتم شايفين كده. لو جينا بصينا على البند كده من قريب زي ما انتم شايفين كده، في حجم شاشه برضه صغير، مفيش اي اختلاف عن البند الام 6. حجم شاشه صغير جدا. لو جينا قلبنا كده عشان تشوفوا حجم الشاشه زي ما انتم شايفين كده، حجمها صغير جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين. يعني هنا ده نوتش كبير، ومن هنا وهنا فراغ، والشاشه صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشاشه مش تاتش، الزرار هو التاتش اللي بتقدر تتحكم في البند من تحت كده زي ما انتم شايفين. جودة الألوان يعني إلى حد ما مقبولة. طبعا ده نظرا لسعرها، وزنها خفيف جدا. لو جينا بصينا كده على أهم المواصفات اللي موجودة فيها، ده شكل الشاشة الرئيسية. بعد كده هيظهر معانا هنا الخطوات، طبعا عشان ندخل عليها بندوس ضغطة مطولة. هنا بيجيب لك الخطوات والكلام ده كله. بعد كده هنا بيجيب لك قياس نبض القلب. طبعا المفروض ان هو بيبدأ يشتغل معاك. انا منصحش ان انت تستخدمها في القياسات دي بشكل نهائي، يعني انا منصحش بيها خالص بصراحة. بعد كده هيظهر معانا السبورتس هنا عشان تقدر تقيس الجري، نط الحبل، الضغط، الكلام ده كله. دي جميع انواع الرياضات اللي ممكن تقيسها. هنا المسج بحيث الانتوفيكيشن اللي بتوصلك هتظهر لك هنا على الشاشة، وهنشوف بتظهر لنا ازاي. زي ما انتم شايفين للأسف الكلام العربي جاي معكوس. لو جربنا كده ان احنا مثلا نبعت بالانجليزي هنشوف هتكون عاملة ازاي. الاشعارات بالانجليزي بتيجي بشكل مظبوط، لكن العربي فيها بيجي للأسف بشكل معكوس زي ما انتم شايفين كده. وهنا بيقيس لك جودة النوم بتاعتك، هنا الطقس، هنا الميوزك، بحيث ان انت المفروض يعني ان انت بعد ما تربطها بالموبايل تقدر تتحكم في الميديا اللي انت مشغلها. هندوس على مور هنا. هنا الكاميرا، بحيث ان انت بعد ما تربطها موبايل تقدر تلقط صورة من خلال البند هنا، يفتح لك الكاميرا في الموبايل على طول. لوكينج فور، ده بعد ما تضغط عليها تبدأ يرن على الموبايل. وهنا الثيم عشان لو حبيت تغير الشكل الخارجي بتاع الساعة زي ما انتم شايفين فيه كده الشكل ده. في الشكلين بس اللي انت شفتوهم. وهنا يظهر معانا رمز الQR عشان تقدر تنزل برنامج اللي هو الفيت برو علشان تقدر تربط الساعة دي مع الموبايل. وهنا لو حبيت ان انت تقفل الباند طبعا. في نقطة هنا برضو عايزين نشوفها، هنا ريسيت عشان لو حبيت ان انت تعمل ضبط مصنع للباند ده. هنروح نربط الباند مع الموبايل ونشوف شكل الاشعارات يعني بيكون عامل ازاي. طبعا علشان تقدر تربط الساعة الباند دي تقليد مع الموبايل لازم تنزل برنامج فيت برو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيب لكم اللينك تحت. بعد ما ننزله هنعمل له اوبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لازم نروح نفعل البلوتوث والGPS، دي نقطة مهمة جدا. وبعد كده نوافق على جميع الصلاحيات اللي هو هيطلبها لو انت عايز الساعة او الباند دي تشتغل معاك بشكل مظبوط. طبعا هنوافق هنا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنروح على كلمة ست اللي تحت دي، وبعد كده ندوس band device to experience more future. يعني هنا بيقولك ان هو هيبدأ يبحث على الباند. هندوس هنا allow. طبعا هو دلوقتي بيعمل سكان على الباند طبعا لازم تكون شغالة. طبعا انا عندي هنا شاومي سمارت باند 7 الاصلية، وهنا اللي فوق اللي هي 716
اللي هو الباند الام 7 التقليدي اللي معانا، هنختاره. ودلوقتي هيبدأ يعمل كونكتد مع الموبايل. زي ما شايفين هنا فيد برو جالنا نوتيفيكيشن كونكتد. دلوقتي جاري ربط الباند مع الساعة. نروح على سيت كده، الساعة ظهرت معانا زي ما شايفين اللي هو 716. يعني اهم الخصائص اللي موجودة في البرنامج هنا، لو دوسنا على فايند الساعة تبدأ تدينا فايبريشن هنا، بحيث ان انت لو انت مش لاقي الساعة تبدأ تحس بالباي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم مرة تانية. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.